السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ ورجعت لكم بعد العيد، يا رب تكونوا جميعًا بخير. النهارده جيت لكم بفيديو جديد، وصباح الخير عليكم كده، ويا رب يكون يوم سعيد عليكم جميعًا إن شاء الله. بُصوا الفيديو ده هتقولوا لي إيه ده يا دينا يعني الرغاوي دي والروتين القوي ده بعد العيد؟ لأ، ده كان قبل يوم الوقفة بيوم، يعني الوقفة كانت الحد، ده كان يوم السبت. بس ما رضيتش أنزّل لكم الفيديو في أيام العيد، علشان حسّيت كده إن المشاهدات ضعيفة أوي، وإن الناس مثلًا مش ماسكة التليفون أوي، الناس مثلًا خارجة أو مريّحين سايبين التليفون شوية، فقُلت لأ أنا هانزّل لكم الفيديو ده بعد العيد إن شاء الله، وكمان علشان أوحشكم شوية. طمنوني عليكم بقى عاملين إيه، وعاملين إيه بعد العيد، وحاسين إن أنتم قادرين ترجعوا للروتين بتاعكم والّا لأ؟ طبعًا الموظفين اللي بيروحوا الشغل كل يوم ربنا يكون في عونهم، كله رجع خلاص. ولكن بقى إحنا يعني ستات بيوت كده وربّات بيوت، لينا بقى شغل البيت بتاعنا والأكل والحاجات دي، فحاسة إن أنا مش قادرة أرجع للروتين بتاعي، مش قادرة أرجع مثلًا أصحى بدري شوية وأبدأ بقى إن أروّق وأعمل الحاجات دي، لأ خالص كسلانة. فأنتم رجعتوا للروتين بتاعكم والّا لأ؟ بُصّوا بقى، ده كان قبل الوقفة بيوم. عملت إيه، كنت أنا مخلّصة غرفة الأطفال والصالة وغرفة النوم، كان فاضل لي المطبخ والتويليت، فبدأت بقى بالمطبخ وبسرعة عملت إيه بُصّوا، ورا بعض بقى مسكت الرخامة شِلت كل حاجة من عليها، وبعد كده بدأت إن أنا بقى أغسل السيراميك اللي هو مكان رخامة المطبخ كده، وطبعًا بقى الألمونتان من برّه، باعمله بإيه، باحط في البخاخة دي بريكس ومَيّة، وبابدأ بقى إن أنا أرُش كده وبالفوطة النضيفة. طبعًا الفوطة دي مش الفوطة اللي أنا بتاعة المطبخ، لأ دي فوطة تانية بتاعة التلميع، بابدأ بقى إن أنا أمسح بيها المطبخ من برّه. خلّي بالِك الألمونتال حتى لو هو نوعه بيستحمل المَيّة وما يصدّيش معاكِ ونضيف، برضه أي حاجة من الحاجات دي مع تكرار المَيّة بتبوظ، فاوعي تقولي أنا كل شوية هاغسل بقى بالليفة وادلق مَيّة وكده لأ، حتى لو هتغسلي لو المطبخ بتاعِك عليه دهون من برّه وعايزة تعمليه بليفة وصابون، نشّفي بفوطة، لمّي الصابون ده بفوطة، اوعي تدلقي مَيّة وكده، المطابخ مع الوقت بتبوظ. عملتها بقى بالبخاخة وخلّصت الرخامة، وقُلت بقى يالّا إيه نلِم بقى كل حاجة كانت على الرخامة وهابدأ إن أنا أغسلها. طقم اللي هو الشاي والسُكّر ده كان من جوّه معمول قبل رمضان، فيا دوبك هامسحه بس من برّه، لكن بقى المجّات والفُرن إيه تاني، الحاجات دي عامةً هتلاقوني باغسلها معاكم دلوقتي. عملتوا إيه في الروتين بتاعكم حاليًا؟ بدأتوا إن أنتم ترجعوا وتروّقوا وتنضّفوا وكده والّا لسه؟ يعني النهارده أنا باسجّل لكم الvoice النهارده الحد وهينزّل لكم الفيديو إن شاء الله بعد شوية. المفروض إن أنا هاقوم عايزة أعمل روتين سريع للشقة كده، يعني أدّيها تلميعة خفيفة وأعمل التويلت وأنضّف المطبخ برضه تنضيفة سريعة، بس حاسة عايزة أرجع أنام تاني، يعني الساعة 12:00 أنا صاحية الساعة 10:00 بامنتج لكم الفيديو ولسه يعني الساعة 12:00 دلوقتي وحاسة إن أنا عايزة بعد ما أخلّص الvoice للفيديو أروح أنام. أنا حاسة إني كسّلتكم صح؟ يعني اللي بيسمع الفيديو ده كسلان وخلاص اللي هو يا دينا أنا هاروح أنام يا دينا ومش هاعمل حاجة بسببِك، رغم إن هو فيديو تشجيعي ومفروض يالّا بقى باللي أنتم شايفينه والرغاوي والصابون ده تقوموا وتخلّصوا كل اللي وراكِ، بس يالّا مش مشكلة. مسكت برضه الصاج ده كان من الفرن، الفرن من جوّه نضيف بس برضه غسلته. الصاج بقى هنا أنا باحب أسخّن العيش في الفرن، أنتم بتسخّنوا العيش على البوتاجاز والّا في الميكروويف والّا في الفرن؟ خلّوا بالكم تسخين العيش على نار مباشرة يعني بيقولوا ده من أسباب السرطانات برضه، فيعني ربنا يشفي ويعافي الجميع يا رب، فحاولي إن أنتِ تسخّني العيش في الفرن أو في الميكروويف، تمام، أنا ما عنديش ميكروويف بس باسخّنه في الفرن، فبرضه بيكون حلو أوي. وباحطه ممكن في كيس بعد ما باخرّجه على طول علشان ما ينشفش منّي، يعني لو أنتِ مش هتاكلي على طول مثلًا 3، 4 دقايق أو لسه بتغرفي الأكل حطيه في كيس علشان يفضل العيش طري وما ينشفش. هنا بقى برضه الباسكت ده اللي هو متعلق في المطبخ باحب أوي أستخدمه، وفي ناس بيحبوا يحطوا فيه مثلًا شنطة ويستخدموه مثلًا في قمامة الأكل وكده، وأنتِ بتنضفي الأكل أو بتعملي الأكل بتخلّيه جنبِك. أنا برضه أحيانًا باستخدمه في الحاجات دي وبينفع أوي. ده الكوستر اللي أنا حاطاه فوق الفرن وحاطة عليه فازة الورد الصغيرة،
رغم إن هو المفروض أصلًا كوستر عشان يتحط عليه المجات والحاجات دي، بس لأ، لو مثلًا بنشرب حاجة أو كده باخد الصينية أو طبق صغير وباحط عليه المَج. هنا الصينية البيضا دي اللي أنا باحط عليها طقم الشاي والقهوة، برضه غسلتها كويس، وباحاول كل فترة مثلًا أبدّلها وأحط حاجة تانية كتغيير مثلًا للعين وكده فاهمين؟ اللي هو مثلًا أحيانًا باحط الصينية الصفرا وأحيانًا الموف وأحيانًا دي، وعايزة برضه أجيب الكوستر الخشبي اللي باحط عليه الطقم التوابل، فالحاجات دي بتخلّيكِ تحسّي بتجديد في المطبخ وإن أنتِ حاسة إن أنتِ فرحانة وأنتِ واقفة في المطبخ. اوعوا تنسوا كمان إن أنتم تغسلوا طقم التوزيع بتاعكم في مَيّة سخنة وخل وكربوناتو، هاعملها معاكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي أو اللي بعده. يعني هنا أنا دي كانت مغسولة عادي، بس أنا هالمّع الطقم من برّه، لكن الطقم نفسه لو بتحسي وأنتِ مثلًا بتغسلي المعلقة المغرفة بتاعتِك أو المعلقة المهم الطقم السيليكون ده لسه فيه ريحة الأكل، يبقى هو محتاج منِّك غسلة كده كل فترة، تحطيه في مَيّة سخنة بتغلي على النار، وتحطي بقى معاه بيكربونات وخل وملح والحاجات دي أو ملح ليمون، بتخلّي معاكِ الحاجة تتعقم وتنضف كويس، و تتخلّصي من أي روايح أكل باقية فيها. يعني بجد هتعمليها هترتاحي أوي وهتحسي الطقم بيرجع تاني نضيف. هنا بقى خلّصت خلاص ورجّعت كل حاجة مكانها المجات وطقم القهوة والشاي وكده. الحاجة دي لمّا بتتغسل بتحسي إن أنتِ المطبخ بتاعِك منوّر، أو المطبخ بتاعِك كلّه نضيف وبيبرق كده. رغم إن المجات دي بنستخدمها يعني كل يوم ويومين بتلاقي نفسِك خلّصتِ المجات كلّها استخدمتيها، بس برضه في مجات يعني أنا مثلًا آخر مَجّين دول مش باحبهم أوي، فما باستخدمهمش كتير، فلمّا باسيبهم فترة باحس إن هُم اتطرّبوا كده، فلمّا بتيجي تغسلي كل حاجة بتحسي إن أنتِ فرحانة إن الحاجة كلّها نضيفة. هنا بقى جيت على التربو اللي هو باحط فيه البطاطس والبصل برضه لمّعته كلّه، أحمد بيقول عليه شالون وأنا باقول عليه تربو، أنتم بتقولوا عليه إيه؟ وهنا جيت على الغسالة من برّه كده بالإسبونشة وصابون حاجة خفيفة، يعني ما بادلقش مَيّة، اوعي الغسالة بتاعتِك والبوتاجاز والتلاجة اوعي إن أنتِ تغسلي بليفة وصابون وتدلقي مَيّة وتجيبي جردل جنبِك مَيّة وتدلقي مَيّة، لأ، الحاجة دي بتصدّي مع الوقت وتعمل برومة، وبتخلّي معاكِ الوقت بتاعها يعني مثلًا لو هتعيش معاكِ 10 سنين تعيش معاكِ وقت قليل جدًا، بسبب إن هي صدِّت والبرومة دي بتفضل تآكل من الجهاز الخارجي للجهاز وبيبوظ. فأنتِ حتى لو البوتاجاز عايز يتنضّف أوي بمَيّة سخنة، بالإسبونشة، بالصابون، وحاولي مثلًا لو هتحطّي كربونات وهتحطّي خل ليمون، بس حاولي إن أنتِ تلمّي بإسبونشة بالفوطة قصدي الصابون وبواقي المَيّة من الغسيل بتاع البوتاجاز مثلًا. اوعي بقى تدلقي مَيّة والكلام ده، لإن في ناس باشوفها على الفيسبوك بالذات أكتر، مشهورة أوي واحدة إن هي لمّا بتيجي تغسل الأدوات بتاعتها بتجيب الخرطوم وتشطف، أكنها بتشطف المواعين مثلًا فلأ، عايزة أقول لكم إن أنا التلاجة بتاعتي الحمد لله يعني من أول جوازي ما غسلتهاش اللي هو مَيّة وأدلق، لأ، باعمل إيه، باجيب الإسبونشة الخفيفة اللي هي الناعمة وأحط فيها صابون قليل، مش كتير برضه عشان ما يعملش رغاوي كتير ويبقى صعب إنِّك تلميها بالفوطة، وبابدأ إن أنا مثلًا أنضّف بيها التلاجة مكان الحاجة اللي إيه، عايزة تتنضّف أوي. لكن أنا الحمد لله كل أسبوع أو كل 10 أيام باروّق التلاجة لو فيها حاجات عايزة تتروّق مثلًا، وبامسك الفوطة بتاعتي بمَيّة تكون دافية شوية مايلة للسخن شوية، وبابدأ ألمّع بيها التلاجة. وممكن تحطي كمان في المَيّة حبّة خَل بيعقّم لِك التلاجة وبرضه بيخلّصِك من أي روايح في التلاجة. ده الحمد لله، الحمد لله التلاجة بتاعتي دايمًا من جوّه فُلّة. ليه؟ علشان باعمل كده، مش بتحتاج منّي إن أنا أعمل بصابون كتير وأدلق مَيّة كتير علشان أحس إن هي نطفت، لأ، أنتِ اعملي كده. حتى الغسالة من برّه أنا عملتها معاكم بإسبونشة وصابون، ولكن لمّعتها بالفوطة مجرد بس يعني إيه، التراب اللي بيبقى عليها من برّه، طرطشة أكل والّا حاجة، عملتها من برّه، لكن لمّعت بفوطة ما دلقتش مَيّة. هنا بقى الفلتر، ده فلتر 3 شمعات، عارفين أنا نفسي أجيب الفلتر اللي هو أظُن هو فلتر Tank Pro 7 مش عارفة، اللي هو نازل جديد، اللي هو كُلّه جهاز من برّه لونه أبيض كده، وبيبقى مكتوب لِك مثلًا بيحدد لِك إن أول ما تغيّري الشمعات بيكون في علامة عند ميعاد تغيير الشمعات المرّة الجاية، وفي نفس الوقت بيكون 7 مراحل أظُن يعني بيكون مَيّة أنقى أكتر،
وتحسّوا إن شكله كده شيك أكتر. آمم، يالّا ندعي بقى إن كل واحد نِفْسه في حاجة يا رب ربنا يحققها له، واللي بيتمنى حاجة يا رب ربنا يحققها له وتحصل إن شاء الله، واللي دعا أي دعوات واتمناها في رمضان إن شاء الله تحصل، وإذا كانت خير ليه يا رب كلنا اللي نِفْسنا فيه حاجة تحصل له. بُصّوا بقى مسكت هنا كده برضه ال3 شمعات كانوا عايزين يتغيّروا الحمد لله كان ميعادهم، فقُلت يالّا الحمد لله، فكيتهم كلّهم وبدأت إن أنا أغسل الفلتر من جوّه. اوعي ما تغسليش الجهاز بتاعِك من جوّه، لإن الشمعات طبعًا أنتم بتبقوا عارفين إن هي بتجمّع الترسبات والكلام ده، فبرضه هتلاقي الجهاز من جوّه مش نضيف، محتاج إن هو يتغسل كويس، واشطفيه بمَيّة سخنة كده علشان برضه يتعقّم معاكِ. أنا باجيب الشمعات باجيبها من تانك نَفْسهم، يعني من شركة تانك. بنتصل على خدمة اللي هي الخدمة اسمها إيه؟ مش عارفة مالي مش مجمّعة ليه، أول تسجيل بقى ليكم بعد العيد وحاسة إن أنا مضيّعة كل حاجة. المهم اتصلت على الخط الساخن وطلبناها اللي هي الكرتونة اللي بيكون فيها العبوة السنوية، دي هتبقى أوفر معاكِ وكمان هتنسي بقى إيه، هَم إن أنتِ كل 3 شهور هتطلبي شمعات أو كل 6 شهور، بيكون فيها الشمعات بتاعة ال6 شهور وال3 شهور وتريّحي بقى سَنة ما تشتريش شمعات تاني. أظن ب345 الشمعات السنوية أو 385 والشحن بيكون مجاني، دي أحلى حاجة، إنِّك هتطلبي من الشركة نفسها حاجة نضيفة، وفي نفس الوقت حاجة سنوية مش هتشيلي هَمّها، وكمان مش هتدفعي خدمة شحن. اطلبوهم لو أنتم عندكم فلتر تانك وهاتوا منهم. بُصّوا بقى فكيت هنا الشفاط، برضه كنت عاملاه قبل رمضان، فالحمد لله هو ما كانش مجمّع دهون كتير، ولكن برضه شغّلت عليه مَيّة سخنة و وصابون كده وبينضف معاه. لو أنتِ الدهون متراكمة شوية أو قديمة معاكِ شوية حطّي في الصابون كلور. طب لو أنتِ الفلتر يعني الشفاط عندِك قديم أوي أو مركون بقى له كتير، لأ أنتِ هتجيبي بقى سيترس أو أي مزيل دهون وهينضف معاكِ بسرعة إن شاء الله. لكن أنا عملته بمَيّة سخنة بس كده وصابون ونضف الحمد لله وخلاص. بُصّوا حاولوا أي ليفة مثلًا، يعني مثلًا أنا الليفة اللي باستخدمها في المواعين مش السلك، لأ الليفة اللي هي الخيش أو الإسبونشة أو الأسفنجة، لمّا مثلًا استخدمتها فترة وخلاص وجِبت استخدمت واحدة جديدة، مش بارميها، باسيبها تتصفى وتنشف كويس، وباسيبها هاغسل بيها الشفاط، تمام، يعني باغسل بيها الشفاط المَرّة اللي بعدها وارميها. بتوفّر معاكِ يعني لو أنتِ ما بتستخدميش السلك الناعم، ما باستخدمش السلك الناعم، وفي نفس الوقت الإسبونجات عندي بتكون نضيفة باغسل بيها المواعين، أنا عندي 2 واحدة للكوبايات وواحدة للأطباق والحلل وكده، فلو عملتِ بيها الشفاط بتحسي إنِّك لازم ترميها بعدها على طول، فأنا باخلّي اللي أنا خلاص مش هاستخدمها تاني، مرّة أعمل بيها الشفاط وارميها وبعد كده خلاص. بُصّوا بقى نيجي هنا على البوتاجاز، عايزة أقول لكم البوتاجاز كان بقى له حوالي أسبوع، أسبوع مثلًا، لإني مفروض أنا قبل العيد بيومين كنت رُحت لماما، قعدت عندها حوالي يومين 3 كده، نضّفت لها الشقة وعملت لها كل حاجة، وقبليها بيومين برضه البوتاجاز ما كانش اتغسل، ولمّا جيت يومين قبل الوقفة كنت برضه طبعًا الفطار والسحور وكده برضه ما كنتش باغسله، لإني كنت كسلانة وقايلة إن أنا هابدأ بقى تنضيف عميق للمطبخ والشقة، مش هانضّفه. فكان البوتاجاز عايز تنضيفة، تنضيفة، مسكته كده بمَيّة سخنة شوية وصابون والحمد لله نضف معايا. زقّيته شوية كده وجيت للسيراميك اللي جنبه، أنا برضه السيراميك كنت عاملاه في تنضيفة رمضان، ولكن اللي جنب البوتاجاز دايمًا بيبقى عليه دهون، فكل ما تيجي تنضّفي البوتاجاز كده خدي معاكِ السيراميك اللي جنب البوتاجاز، هتلاقيه دايمًا مش متراكم عليه دهون وبينضف معاكِ بسرعة، علشان أنتِ مش بتنسيه أو مش بتسيبيه كتير. خلاص بقى بدأت إن أنا أنضّف بقى البوتاجاز وأنشّفه كده بالفوطة. أنا عندي بيبة تحت البوتاجاز في المطبخ، فدي بتسهّل لي أوي إن أنا مثلًا لمّا باغسل السيراميك أو لمّا باحب أدلق مَيّة سخنة في أرضية المطبخ، ومثلًا كلور أو صابون وأنضّف الأرضية كويس بالفرشة، بادلق مَيّة المَيّة كلّها بتجري على البيبة، فده بيسهّل لي جدًا. هي نقطة حلوة وللأسف هي نقطة وحشة، يعني حصلت معايا مرّة كرهت إن كان عندي بيبة في المطبخ. في مرة كنت صاحية لقيت مرة واحدة السجاد بتاع الطرقة والصالة وأوضة النوم والمطبخ كله مية. أنا قلت إيه ده؟ المية دي جت منين؟ أنا سبت مثلا حنفية ولا إيه قبل ما أنام؟ فرحت لقيت إن البلاعة في المطبخ البيبة يعني مطلعة المية دي
وإن في ماسورة في المنور حد رمى فيها حاجة، فالمهم إن هي اتكسرت والمَيّة دي بتيجي عندنا. يا لهوي! عايزة أقول لكم كان يوم، يعني الحمد لله إن السجاد كلّه ساعتها اتغسل تاني، ورغم إن كان مغسول قريب واتغسل تاني، وكان ساعتها يعني الحمد لله كان أسبوع حلو مش مشكلة، بس هي ليها عيوبها وليها مميزاتها. خلّصت البوتاجاز وكنت خلّصت يعني كمية كبيرة أوي من المطبخ، كان فاضل لي حاجات بسيطة زي الأرضية بس وإني أغسل مواعين الفطار، بس قُلت يالّا بقى أبدأ إيه، بسرعة. عملت صينية جلاش كده mix جبن وحطيتها في الفرن لإن كان فاضل نُص ساعة على أذان المغرب. فاللي هو يالّا بسرعة ألحق نفسي علشان أحمد ما يقوليش فين الفطار يا دينا وكده. جِبت بقى هنا الجلاش كنت مطلّعاه وأنا باعمل المطبخ يفُك عشان كان في الفريزر، وحضّرت الجبن بتاعتي، كانت جبنة ملح خفيف وحطيت عليها جبنة رومي متقطّعة صغيّر، وحطيت إيه تاني، وحطيت بسطرمة وطماطم وفلفل وزيتون، وحطيت كل ده في نُص الطبقات، وبعد كده يعني كل طبقتين باحط ما بينهم دهنة زبدة كده أو سمنة، وجيت في النُص بعد مثلًا 6 طبقات. يعني هو أظن الغلاف كلّه بيكون بتاع الجلاش 18 ورقة، أظن يعني هو بعد 9 ورقات حطيت الحشو بتاعي، وبعد كده رجعت حطيت الطبقات التانية وخلاص، وأبدأ بعد كده هاقطّعها بقى. و عملت إيه بعد كده، حطيت كوباية من اللبن، حطيت عليها حبّة من الملح كده ودوّبتهم، و سقيت بيها الجلاش، تمام. بعد كده بقى بادخّلها في فرن سخن، مش بتقعد معاكِ مثلًا ربع ساعة والّا حاجة وهتلاقيها استوت. لو عندِك بقى مثلًا موتزاريلا عايزة تحطيها برضه في الحشو هتبقى حلوة أوي، شيدر، أي ميكس جبن هتحطيه هيطلع معاكِ طعمه حلو. جولة بقى في غرفة النوم. أنا الفيديو اللي فات هانزّله لكم في شاشة النهايات، كان فيه غرفة الأطفال والصالة وفرش العيد بقى وكده. هنا بقى غرفة النوم ما عملتهاش معاكم علشان كنت بُصّوا ورايا ألف حاجة، فاللي هو كنت باخلّص بسرعة، بسرعة، وفي نفس الوقت كنت باعملها وأحمد وجانا في الأوضة، فمش هاعرف أصوّر خالص. فالمهم إن أنا قُلت بعد أمّا أخلّصها وأفرشها هاورّيها لكم. بُصّوا بقى جمال الملاية دي، الملاية دي رقيقة أوي وباحبها جدًا. دي ملاية الجواز بتاعتي، لونها off white وكنت جايباها من المول السوري في الأزهر. يعني عايزة أقول لكم من 4 سنين الملاية دي كانت ب750 جنيه. هتقولي لي فاكرة سعرها؟ فاكرة سعرها لإن في اليوم ده أنا كنت رايحة أجيب مفرش الجواز اللي هو الأبيض ده اللي بيتفرش على السرير، والملاية البيضا برضه، واللحاف ده برضه جِبته، والفوط. يعني المهم إن أنا كنت هاجيب حاجات كتير. فلمّا قال لي الملاية دي لوحدها ب750 جنيه، اللي هو حرام، أنا كنت جاية عايزة أجيب حاجات كتير بالفلوس، الفلوس هتخلص كده بسرعة. بس برضه جِبتها، خامتها قطن وكانت simple أوي وجميلة، من المول السوري اللي في الأزهر. بجد بيكون في حاجات شيك أوي، والناس هناك بتبقى محترمة كده، أغلبهم سوريين، فحلو أوي. خلّصت، وده اللحاف النبيتي اللي وريته لكم ده، ده حطيته وشِلت البطانية خلاص غسلتها، وحطيت اللحاف النبيتي ده. دخلت بقى المطبخ باوريكم جولة برضه، بعد ما خلاص كل حاجة فيه بقت نضيفة وفُلّة وبتلمع. بما إن الفيديو نازل لكم النهارده وإحنا كده أسبوع بعد العيد، يعني عايزين المنظر ده يرجع تاني، إن كل حاجة بتلمع كده والأرض ممسوحة والرخامات بتلمع وكل حاجة نضيفة. يعني أنا عايزة أقول لكم إن المفروض أقوم أعمل روتين سريع كده للشقة، بس يعني في المفروض الأرصاد عمّالة تقول في تراب الأيام دي وكده، وأنا خايفة أقوم بقى ألمّع الشقة وألاقي تراب تاني، وكسل فظيع. يالّا أنتم شجعوني بقى في الكومنتات وقولوا لي هتعملوا إيه، هتعملوا روتينات سريعة كده اليومين دول والّا هتستنوا أيام التراب دي تعدّي؟ قولوا لي علشان أنا هاقلدكم وأعمل زيكم. اوعوا برضه مصفة الأطباق اللي بتصفّوا فيها المواعين تسيبوها علشان هتعمل ريحة مش حلوة، وإحنا بنصفّي عليها الكوبايات وكده، فمش هيبقى لطيفة. لازم تغسلوها كل يوم أو يومين، تغسلوها غسلة سريعة كده. هنا بقى باوريكم، بصوا دي الضرفة اللي جنب المطبقية، ده حاطة فيها طقم آيس كريم، طقم قهوة، طقم قهوة كمان كوبايات اللي هو الإزاز، وحاطة فيها طقم عصير وطقمين شاي. يعني أنا حاطة فيها الحاجات الستبن اللي هو مثلًا لو جالي ضيوف أو لو عايزة أستخدم حاجات تانية، يبقى عندي حاجات تانية ما آخدش من النيش يعني. وطبعًا المطبقية هنا أنتم عارفينها، برضه كل حاجة فيها مرصوصة ونضيفة وجميلة. يا سلام! الواحد عايز المنظر ده تاني يا جماعة والله. عايزة أقول لكم بجد أنا كسلانة أقوم أعمل حاجة، والواحد تحسوا إن أنتم علشان كنا في العيد بنسهر وبننام متأخر وكده، وأنا صاحية دلوقتي بدري عايزة أرجع أنام تاني.
بُصّوا بقى هنا برضه الرخامة المطبخ من جوّه ده طقم الألمونيوم حاطاه تحت، وفوق طقم الجرانيت. آمم أنتم شُفتوا الرقاق أنا حاطاه فوق التلاجة، أنتم بتشيلوه في إيه لمّا بتجيبوه؟ يعني المنظر مش لطيف أوي بس بتشيلوه في إيه؟ يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، وحبيت إن أنا بس كده أوريكم جولة في المطبخ بعد ما خلص، ولغرفة النوم كمان، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية، ويا ريت لو لسه مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. باي باي.